صباح الخير. دودو. دودي، يا دودي هو وزوجته زوجناه دودي. خبرتهم قبل زوجناهم الاثنين. سبوها هم شوية أول مرة شوية. اختاريت الكناري. الكناري حلو، الكناري بالبيت حلو يعني، خاصة الذكر يغرد كثير يعني، هواية يغرد وحلو. أنا بالنسبة لي أشوفه وأنا اختاريت الفشر. أنا هسه نفضل الفشار. الفشر على الكناري. عارفة ليش؟ الشكل والألوان. أخذ بيهم صفات مثل الببغاء، هم ذني دائما المناقير تكون مثل يعني لعبهم ونستهم، وهاي يصير مثل هو محسوب على الببغاء. ايه من اصناف الببغاوات يعني، بس الغير ناطقة يعني. غير ناطقة. هم يعملوا غير المشاكل النهار كله وز 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 وز. شو تقولون؟ نعمل لهم قفص كبير لهم. اكيد ترحيب بالعروسه الزرقاء يا هذا اخي. القفص ما يوالم للتكاثر لهم. مذكر الاسم العروسه الزرقاء شو اسمها؟ إيه. يلا قلتها. جاك ثقيل. لوكيتا. لوكيتا لوكيتا. لوكيتا لوكي خيتي. شو استغريد يا خيتي؟ تغرد فرحانه. صافي تعودت على بيتها وتعودت على زوجها والاهل والجيران. شوفي يا خيتي الجيران، شوفي دودي وليلي والفرحه. الاصفر والبرتقالي ما شاء الله جو متوالمين. ولو كنت انا كنبحث على صفراء طلعت الزرقاء. ما دورت على الاصفر ما لقيت يعني، هواي دور بصيت صاحب المحل هم قال لي ماكو، قليل اصلا يعني. معليش، هواي الزرقاء هم حلوه. اي صح. خلينا نشوف انتاجهم شو راح يخرج. ما شاء الله وتعود على ما صار يضربها لا بالبدايه مع الوقت. هو مع الوقت. شو ليلي ليلي راه كأنها ترقص، دخلت العش بدها تعمل بيض. هي شوي يعملوا. هو هذا وقت التكاثر مالتهم، وقت من يكون البرد. العصافير كلها تقريبا الببغاوات. الببغات بعد الشهر تقريبا يبلشوا ببغات الدره شو تعطي نصائح الناس اللي يحبوا يعملوا عصافير وببغاوات؟ الفصل الفصل اللي يحبوا، اللي اكو واحد مثلا اللي يحب يكاثرين، هذا الموسم هو هذا الوقت. شهر 2 3 4. 2 3 4 هم الفصول هي اللي يبلشوا البيض ويتكاثروا. بالصيف يبدي يبدل الريش، وهذا قليل التكاثر. هم يتكاثرون بس بالكناري، نحكي هذا الكناري. وشو الاكلات في البيت اللي تحب تنصحهم؟ اكيد مثلا احنا حاطين تفاح، البيض المسلوق، كل شيء، الخضره. خاطر هم عايشين، هم اصلا يعني عصافير، هم في الطبيعه ياكلوا كل شيء اذا انت تعودهم طبعا يعني. انا اعود كل شيء. لما نعطيهم بيضه مسلوقه عارفي شو يجنوا ما اكيد خاطر دودي هو متعلم من صغيره، وانا نعطيه البيض المسلوق وشو الحاجات اللي ما يعطوها تضرهم؟ ما تضرهم اهم شيء الكاكاو يعني. دائما ذني الناس يعني الشيء حاجه المره. الكاكاو هو اكثر شيء يضر. الحاجه المره مثلا يضر المعده. والحليب هيك الكالسيوم اللي هم يعني، مو شيء الكالسيوم، الحليب، الشيء المشتقات هم تضرهم يعني. وما قلتي التفاح مثل الحاجات اللي نعطوهم تفاح. كان نعطوهم خس، كان نعطوهم جرجير، كل شيء الخضروات والفواكه. حتى جزر موز يجنوا عليه. انا اصلا نعطيتهم تفاح بهالطريقه. مره نقطعوا ليهم كغتشوفوا في بدايه الفيديو. مره هيك ما يكون عندي شغل ونخرج سريع نخلي لهم هيك يحبوا ياكلوا هيك، هم كانه يعني كالنبته يعني. نلصقهم هيك في القفص كيف تشوفوا هذا احمر تفاح، كي ياكلوا هيك ياكلوا على السريع هيك وما يضيع. اذا حطيتوا لهم هيك في الطاوه مالتهم هنا يصير اسود ويفسد على السريع يعني. ما يحبوا ياكلوه هيك. بنعمل لهم لازم يعني من تعطي الفواكه نفس ثاني يوم يعني، نفس اليوم بالليل. اذا تخليتيه الصبح ثاني بالليل لازم هو اصلا توخريه من عندهم. ما يحبوا ياكلوه. يشوفوه صار اسود ما يعني احمر. ما يحبوا ياكلوا. حتى هم يفهموا كل شيء نظيفه ولا ما نظيفه. اكيد يحبوا المذاق، من غير مذاق ما ياكلوها. والمي كيف تعطيهم المي؟ يوميا نغيري، يوميا تغير المي. لا حيت نشوفك انت ما تعطيهم مي بارد عادي. لا ما نعطي اكيد طبيعي يعني، مال حسب جو الغرفه خارج يعني. الثلاجه، جو الغرفه، جو البيت يعني. لان هم اكيد ما. وشو العصافير، نوع العصافير اللي تنصح به في البيت؟ والله بالنسبه لي الكناري. واحنا هنا باوروبا ماكو البلبل العراقي، ما موجود. انا نحب اكثر شيء البلبل العراقي هم ما موجود في اوروبا.
وببغاء الدرة مثلا. اكيد كان عندنا تشيكو ان شاء الله قريب. احنا ننتظروا ان شاء الله تكون مفاجأة حلوة. نشتروا ببغاء اللي غيكون ان شاء الله نجيبوه بعد الولادة. احنا ننتظروا ولادتهم مثل تويتي اللي كان عندنا. رانا نزلتو في القناة تحت غتلقاو تويتي لتربيته واكلات وحراريات اللي عاملين ليه. ان شاء الله غنجيبوه هيك يكون عنده اسبوع ويكون خير ان شاء الله، ونبلشوا به ان شاء الله القناه. وانتو يعني اكيد راح تشوفوا ان شاء الله. احنا هسه نتونسوا بهم بالفشر وبالكناري اكيد، وبعدين نشوفوا ان شاء الله الببغاء اكيد. حيت هذا فصلهم ننتظروا يلا يحطوا البيض شهر 3 و4 و5 يلا يصيروا ينولدوا. لا هو شهر الثالث راح يبلشوا يبيضوا، والرابع يبدي يفقس. برمضان ان شاء الله يكون يعني يتفقسوا. يعني هذا الشهر يبدوا يتكاثروا ان شاء الله يا ربي. يلا صباحكم مبروك، نهاركم مبروك، مع السلامه، خليكم. شكرا متابعينا، شكرا. رباركوا لكم الناس، مبروك العروسات الجديدات. الزرقاء تلتفت